السلام عليكم، معكم خديجة من قناة خديجة شانيل. كنرحب بكم في فيديو جديد ووصفة من التحضيرات ديال رمضان ان شاء الله. الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا ربي. كنتمنى تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا ربي ان شاء الله. اذا كيف ما قلت لكم انا غادي نشارك معكم السلو ديالي. بالنسبه لهذا التحضيرات يعني ما شاركتهمش معكم من قبل، كيف ما قلت لكم من قبل في الفيديو اللي كان قبل من هذا. انايا بالنسبه ليا التحضيرات ديالي كنخليهم حتى كيقرب رمضان، كتبقى ديك 4 ايام اولا 3 جوج بحال هكا عاد كندير التحضيرات ديالي. وانا هنايا سميتو ديالي هذا شاركت معكم غير باش نشارك معكم التحضيرات ديالي انايا شنو كندير وصافي. وبالنسبه للسلو راه كل واحد كيفاش كيدير، كل واحد كيفاش كيدير والمهم انا غنشارك معكم الطريقه ديالي ونتمنى يعجبكم. انا هنا ما غاديش نقول لكم سلو صحي اولا سلو بلا دقيق اولا بلا زيت اولا بلا زبده، هادشي يعني انا السلو ديالي كنديرو يعني سلو اللي كنعرفو من زمان من شحال هادي يعني، واللي كبرنا عليه، هادشي اللي كنعرفو انا كيعجبني، حيت السلو كنديرو غير مره في العام ماشي دائما كنديروه، اولا في المناسبات ولا هكا في شي في هكا في الولادات اولا هكا، اما شي حاجه اخرى راه ما كنديروش. الوغ هنا بالنسبه لي انايا انا غندير قياس ديال كيلو ديال الدقيق الفورس اللي كيكون محمر ومغربل، كيلو ديال السنجلان اللي كنطحنو حتى كيولي بحال هكا، كيولي يعني بحال يعني كيطحن مزيان. انا بالنسبه لي ما كنخليش الكميه ديال الزنجله اللي ما كتكونش مطحونه، ما كيعجبنيش انا الزنجل ما يكونش مطحون. الوغ كنطحنو كامل. كيلو ديال اللوز اللي كنكون هذا رقدته في الماء وقشرته درت ليه شويه ديال الزويته ودرته في الفران، ما قليتوش هاد المره صراحه، جات هكاك بديك الطريقه جا مزيان صافي حتى تحمر مزيان وطحنته حتى ولا بحال هكا بحال املو. كنخلي واحد القياس ديال واحد الرابعه بحال هكا 250 غرام ولا 300 غرام، غير كنهرمشو وكنخليه على جنب حتى كنزيدو السلو ديالي في الاخر. هنا كندير معلقه ديال حبه حلاوه اللي كتكون حتى هي مطحونه ومغربله، معلقه ديال النافع حتى هو مطحون ومغربل، معلقه ديال القرفه حتى هي مطحونه ومغربله، معلقه كبيره ديال السكر اللي كنطحن فيها المسكه الحره، والكوزه. هنا الكوزه كتبقى اختياريه، انا بالنسبه ليا كتعجبني، انا الكوزه كتعجبني في اي حاجه، كتعجبني بزاف. الوغ هنا كنديرها كنحك هنايا نص كوزه، نص وحده هي اللي كندير. هنا بالنسبه للسكر كنضيف هنايا واحد تقريبا واحد زلافه، المهم واحد 250 غرام، وعاوتاني كيبقى حسب كل واحد، كيبقى حسب كل واحد وهذا الحلاوه اللي كيبغي في السلو صافي. هنايا كنشد هاد العناصر كلها كنبدا نخلطهم، كنرملهم وكنخلطهم مع بعضياتهم مزيان. عاد غادي ان شاء الله ندوز باش نضيف عليهم الزبده. هنا بالنسبه للزبده هاد الكميه كلها انا استعملت فيها 200 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال الزبده اللي كندوبها، يعني كندوبها حتى كتولي نوازيت، يعني ما كيبقاش فيها داك الماء ديالها، يعني كتذوب. غادي تشوفوا معايا كيفاش كيولي اللون ديالها، كتذوب مزيان، كندوبها مزيان حتى كتولي بحال هكا. هانتوما نوازيت هذه كتسمى بوغ نوازيت صافي كنضيفها. على هنا كما قلت لكم هذه الكميه كلها اللي درت انايا ديال السلو 200 غرام ديال الزبده هي اللي ضفت فيها صافي. كنضيفها وكنخلط عاوتاني مزيان حتى كندخل داك العناصر كلها مع ديك الزبده، كنرملهم مزيان. هنايا في هاد الاثناء انا غادي نرمل مزيان هاد العناصر كلها مع الزبده، وغادي نبدا ندير في البول ديال الترموميكس وغنبدا نطحن حتى كنحصل على السلو كيف القوام اللي بغيت انايا ديال السلو. بالنسبه اللي ما عندوش الترموميكس غادي يستعمل ديك 1 2 3 ديال اللي كتطحن
اولا من الاحسن شنو غادي ديروا، غادي تجمعوا هاد العناصر كلها وغتديوهم عند صحاب هذا اللي كيطحنوا هادشي ديال السلو على برا، راه كيطحنوه حتى هما مزيان. غير هو غادي تمشيو عند شي واحد اللي غادي تعرفوا يعني عنده الماكينه تكون نقيه، تكون هذا فهمتي. صافي الوغ هنايا كيف ما قلت لكم انا كنبدا نطحن حتى كنحصل على هاد القوام كيف ما كتشوفوا. يعني هاد الكميه كلها اللي درت انايا راه 200 غرام ديال الزبده اللي درت فيها، ولكن مع الطحين ديال فاش كنطحن في الترموميكس، يعني الترموميكس صراحه كيعاون بزاف. كيطحن مزيان، كيطحن حتى كتحصلي على واحد الخليط اللي كيكون يعني اش غنقول لكم، راه كيطلق الزيت ديالو مزيان مزيان. هانتوما راه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كنبقى بهذه الطريقه حتى كنطحن مزيان. عاد في الاخر كنزيد عليها، كنبدا نزيد شويه ديال داك اللوز اللي قلت لكم خليته، اللي كنت هرمشته وخليته. انا كيعجبني هكا اللوز كيكون باين في السلو، على عكس ديال الزنجر ما كيعجبنيش انه يبقى باين في السلو. وعاوتاني كيبقى كل واحد وسميتو ديالو الذوق ديالو هذا. صافي اذا هذا هو السلو ديالي. كنبدا ندير هكا كنطحن حتى كنساي ديك الكميه كلها اللي عندي. صافي كيكون هذا هو السلو ديالي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. كنقول لكم مع فيديو جاي ان شاء الله ووصفه جديده.